من حكمة الله عز وجل إنه جعل بين الإنس والجن ستار لا يمكن هتكه إلا لو لجأ الإنسان للجن عشان يأذي إنسان غيره. وقتها سيهتك الستار ده على الأشخاص اللي هو عايز يسحرهم واللي هيقع عليهم السحر. إلا من سعى ولجأ للجن عشان يأذي إنسان غيره هيكون بكده أشرك بالله عز وجل، ويستحق بكده العقاب من الله سواء في الدنيا أو الآخرة. لكن في الفيديو بتاع النهاردة مش هنتكلم عن أشخاص مثلا سحروا غيرهم، لكن هنتكلم عن تجسد الشيطان في صورة البشر من زمن سيدنا آدم عليه السلام مرورا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامنا الحالية. يعني مثلا هنشرح إزاي إبليس قدر إن هو يتجسد في صورة ولد صغير ونجح بكده إن هو يفسد في مجتمع قوم لوط. معانا ومعاكم حلقة جديدة وموضوع جديد مختلف شوية بعنوان عندما يتجسد الشيطان. لكن في البداية متنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا أول بأول. ويلا بينا نبدأ الحلقة. الشيطان مش بيسهو ثانية واحدة عننا، وبيستخدم كل الوسائل والخطط سواء عسكرية أو اقتصادية عشان يحقق أهدافه. وليه كمان جنوده من الجن والإنس واللي قضوا حياتهم كلها لخدمته. وكمان الشيطان عنده خططه صغيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى كمان. وكمان على مر التاريخ حرك الشيطان ده أحداث تاريخية ما زلنا بنعاني من أثرها لحد يومنا ده. لكن حتى لو الشيطان عمل أحداثه ديت في دول بعيدة عننا جغرافيا، لكن أثرها السيئة والسلبية بتوصل لنا، واللي هي بتؤدي للي احنا فيه دلوقتي من الضعف والهوان. لما أنزل الله سيدنا آدم عليه السلام للأرض بسبب خطيئته واللي كانت بسبب إغواء الشيطان ليه، عاش سيدنا آدم وذريته سنوات كتيرة جدا على الأرض وهم بيعبدوا الله وحده لا شريك له. لكن مع مرور الزمن راح الشيطان وبدأ يوسوس لذرية سيدنا آدم وبدأ يقول لهم إنهم يعملوا تماثيل يعظموا بيها الناس اللي هم كانوا بيحبوهم، وقال لهم ليه ما تعملوش تماثيل بتشبه زعمائكم دول عشان تفتكروهم بيها. ولما عملوا فعلا التماثيل جالهم الشيطان مرة تانية وقال لهم ليه ما تعظموش وتسجدوا للتماثيل ديت عشان تقربكم من ربنا. فعلا عملوا كده لغاية ما نسوا عبادة الله وبدأوا إن هم يعبدوا الأصنام وبس، لغاية ما جه سيدنا نوح عليه السلام وقومه اللي هم اتبعوه واللي ما امنوش بيه كان مصيرهم الغرق والموت. وفي زمن تاني وهو زمن نبي الله لوط عليه السلام كان في راجل بيشتغل في أرضه، وساعتها الشيطان اتجسد في صورة ولد صغير، وكان الفلاح ده حاطط الاكل بتاعه في سره او هي حاجه كده مصنوعه من الجلد بتشبه الشنطه، وكان عايز الشيطان ان هو يسرق اكل الفلاح ده، وبالفعل سرقه. لكن الفلاح مسكه، واول ما مسك الولد ده الولد قال له اتركنا ايها الفلاح الطيب وسأريك امرا تجعلك تنسى ما فعلته. وبكده انتشرت الفاحشه بين قوم لوط لغايه ما اكتفى الرجال بالرجال. وممكن اغلبكم يعتقد ان الفاحشه ديت انتشرت بين الرجاله وبس، لكن ده طبعا كلام غير صحيح، لأن الشيطان جه مرة تانية لكن المرة ديت على هيئة بنت، وراح لنساء قوم لوط وبدأ يقول لهم انتوا مش ملاحظين ان الرجالة اكتفوا ببعضهم وما عادوش مهتمين بينا؟ فايه رأيكم يكون بينا زي اللي بين الرجالة؟ وبكده انتشرت الفاحشة بين المجتمع كله. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتمل الله عز وجل نجى رسوله الكريم وأرضى كيد الشيطان اللعين، وبفضل الله وقوته انتصر المسلمين على المشركين بالرغم ان كان عددهم قليل. اذا نفهم من كده ان تجسد الشيطان كان في مواضع كتيرة وازمنة مختلفة، وكان اثر تجسد الشيطان ده في كتير من المواقف بينتج عنه نتائج كارثية، اما بانحراف الناس عن عبادة الله عز وجل او بانحرافات اخلاقية زي الزنا والفاحشة بكافة اشكالها. ومن المعروف ان عبدة الشيطان هم اللي بينفذوا الخطط بتاعته ومهمتهم تدنيس الفطرة الإنسانية اللي خلق الله بها البشر. هنتكلم عن عبدة الشيطان بالتفصيل في حلقات تانية جاية بإذن الله. والشيطان في زماننا الحالي ما زال بيتجسد بالبشر، ومفيش حاجة بتثبت انه ما عادش بيتجسد. طبعا لا يعلم الا الله مين هم الشخصيات المشهورة اللي قدر انه يتجسد بها الشيطان. شخصيات سياسية او فنية او حتى اعلامية بتطلع على التلفزيون وبتقول تصريحات كلها بتصب في مصلحة اهداف الشيطان. وكمان الشيطان بيتطور وبتتطور اساليبه بتطور التقنية الحديثة. ما تستغربش من كلامي لو قلت لك مثلا ان الشيطان ممكن يكون عنده حسابات على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وبينشر فيها منشوراته وتغريداته اللي كلها طبعا بتصب في مصلحته، وربما بتحصل منشوراته ديت على آلاف اللايكات والمشاركات. والدليل على كلامي ان كان في حساب على الفيسبوك وكل التعليقات على المنشورات اللي هناك في الحساب ده بتقول ان الحساب ده تابع للشيطان ذات نفسه، وفعلا تم حذف الحساب ده بعد كده، أعاذنا الله وإياكم
من وسوسته وهمزاته. واحد من الأشخاص اللي أقسموا إن الحساب ده تابع للشيطان نفسه هو شخص اسمه محمد المغربي، وبيدعي إن هو وسيط روحاني وليه معرفة كبيرة بعالم الجن والشياطين، وكان ليه آراء مثيرة للجدل وغريبة، منها إن الشيطان وأتباعه بيتجسدوا فعلا في صورة شخصيات مشهورة، وكمان ليها تأثير على القرار الدولي السياسي. وبيقول إن إحنا مش هنقدر نفرق بين الشيطان والشخصيات الحقيقية إلا من خلال عيونه، لأن الشيطان مش بيقدر إنه يخفي عيونه طوال الوقت، فتلاقيها مثلا كلها سواد ما فيهاش أي بياض، وكمان لما بيقفلها بيكون فيها جفون تشبه جفون الزواحف. لما حاولت أبحث عن حقيقة الظاهرة ديت شفت فيديوهات على اليوتيوب بيبين فيها شخصية كبيرة من بريطانيا وهي بتستقبل بعض الزوار، وبصت للكاميرا فجأة لقت ان عيونها كلها سودة ما فيهاش اي بياض. وفيديوهات تانية لمذيعين وفنانين وسياسيين بتتغير عينهم في ثانية معينة، وبتشبه في لحظة معينة كده عين الزواحف في لقطات بتصير الرعب والاستغراب اكنها لقطات من فيلم رعب. موضوع تاني اتكلم عنه الوسيط الروحاني ده اللي هو اسمه محمد المغربي، وأثار جوايا تساؤلات كتيرة، وحبيت إن أنا أناقشها معاكم من باب الإثارة والتشويق مش من باب فرض الرأي. وذكر إن الشيطان بيجمع نفس الصفات الذكورية والأنثوية في نفس الكيان. معلومة تانية ممكن تسمع عنها لأول مرة وممكن تثير الجدل، إن الشيطان بيفرخ وبيبيض وليه سلالة من صلبه، وأحد الأديان ديت منتشرة في تايلاند، واللي بتقول ان المخلص او الانسان المنقذ للعالم ده هو اللي هيكون جامع بين الصفات الذكورية والانثوية في جسم واحد. عشان كده بتنتشر ظاهرة التحول الجنسي في تايلاند، وتعد تايلاند من اكتر الدول اللي فيها متحولين جنسيا، وكمان من اكتر الدول اللي بيتعمل فيها عمليات التحول الجنسي. واضاف كمان الوسيط الروحاني ده ان من بين الناس كلها اللي بتجمع ما بين الصفات الذكورية والانثوية في نفس الكيان هو العالم والرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، واللي كان معروف إن هو مثل الجنس، بالرغم إن هو ما كانش عنده الصفات الأنثوية، لكن بيحيط بيه ناس من أصحاب الجنس الثالث. وأهم المساعدين بتوعه كان واحد اسمه صلاي، واللي كان بيناديه بالشيطان الصغير. وفي رأي الوسيط الروحاني إن صلاي ده اللي هو المساعد بتاع ليوناردو دافنشي هو الشيطان نفسه، وبيقول كمان إن هو اللي وقف قدام ليوناردو دافنشي عشان يرسمه في واحدة من أشهر لوحاته وهي الموناليزا. أكيد أنا وأنت مستغربين عزيزي المشاهد دلوقتي، يعني الموناليزا اللي بنشوفها في المعارض ديت واللي بنشوف فيها صور وخلفيات على الإنترنت ديت هي الشيطان؟ وبقول لك حسب الوسيط الروحاني ده إن الموناليزا ما كانتش زوجة لأحد تجار دولة البندقية زي ما روي تاريخيا، لكن بيقول إن هو الشيطان نفسه. وبيستدل الوسيط الروحاني ده بعدة أدلة، منها بيقول ان العلماء والمفكرين ما قدروش لحد دلوقتي ان هم يحددوا جنس الشخص اللي في الصورة سواء هو ذكر ولا انثى، والبعض اعتقد ان ليوناردو دافنشي رسم نفسه، والبعض التاني بيقول ان اللي رسمه ده هو صلاي اللي كان بيقول له الشيطان الصغير. ودليل تاني غريب بيقول الوسيط الروحاني ده وهو وجود جسر الشيطان خلف الشخص اللي في لوحة الموناليزا، واللي بناه الشيطان في ليلة واحدة. وبيقول الوسيط الروحاني ان الاتفاق ده تم بين ابليس وقديس اسمه كولومبانوس، وتم الاتفاق بينهم ان الجسر ده هيتعمل لكن مقابل حصول الشيطان على اول روح تعدي من عليه، لكن القديس خلى الضحية الاولى انها تكون كلب ضال عشان يكون هو اول شخص يعبر من على الجسر ده. والرأيين اللي قالهم الوسيط الروحاني دول هي من اكتر الاراء اللي اثارت جوايا كتير اسئله وتساؤلات عن المواضيع الغريبه دي. يعني تخيل معايا كده ان لوحه الموناليزا واللي بتعلقها ناس كتير في مكاتبها او ممكن تخليها كمان خلفيه للموبايل بتاعك هي صوره للشيطان نفسه. مجرد التفكير في مواضيع زي ديت بيخليني ساكت وبسال نفسي مرات ومرات، هو هل يمكن ان يتجسد الشيطان في لوحه؟ واعتقد منكم كتير اللي شاف افلام ومسلسلات بتحاول انها تتخيل تجسد الشيطان على هيئه البشر. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد. سلام.